وصار مثل الولد له، يعني على قولتنا رامته حنت عليه. رجعوا يوم رجعوا قال شرطي نيجي للبيت ما أحد يدري بنا وتسوينا لي أنا بس أبى أقول لك. صار بالليل وصلوا الديرة سيان ودخلوا بيته، له بيته عندهم، أخذوا وليد منه بعد العشاء قريبا من الفجر حطوا عند باب المسجد. طبعا من أول قديما قبل الحمد لله ما يجي التنظيم الآن والرعاية من قبل الدولة، كان الله يعني يعافيهم ويهدي الجميع. إذا حصل مثل هالأمور دائما عند المساجد، فحطوا عند باب المسجد وجلس يراقب الوضع، يخاف عليه من حصني، يخاف عليه من سلب، يخاف عليه. ومن أول يجي المذن بدري قبل الفجر يولع يم اللمبة اللي عند الباب ولا سراج ويدخل يؤذن، وهو جالس يتابع الوضع. جاء المؤذن على عادته كل يوم ذا ويلمس ويصيح الطفل، عوذ من الشيطان المؤذن واسترجع إنا لله وإنا إليه. عرف أن الوضع فيه قال وليد، وبدأوا ما شاء الله الجماعة اللي يجي واحد اثنين من أول ما شاء الله على أول الأذان الناس تجي، هذا وشو ها وليد وشو، إنا لله، من يبي يكفله، من يبي يشوفه، من يبي يرومه. من أول ما فيه لا أحد يعني ما في جهة رسمية تحتويهم تتبنى الشيء، فمن اللي تبرع جاء الرجال من بينهم وكأنه يشاهد الموقف ومنصدم، وشو ها وليد محطوطها وليد، طلبتكم يا جماعة، طلبتكم طلبة ترى يبكفلوا، اشهدوا يا جماعة ترى يبكفلوا، موجودين عيال عمه، موجودين أقاربه، موجودين أهل الديرة. أخذوا وضموا وقالوا جزاك الله خير، من أول يفرحون إن أحد يأخذوه، خذوه وبعد الفجر وداه لأمه. وقال هذا الولد، والآن الجميع دريوا أنه متبنى ما هو بولد، وتوكل على الله واحتسبي. يقسم لي هذا الرجل يقول تربى هالولد هذا، وطبعا مشت أموره، هذا تزوج طبعا أخرى وعاش معه ولم يخبر بالقصة حتى توفي. الزوج هذا توفي طبعا، ثم هي أخبرت خواصه. رجل يعني هو من حدث فارقها يعني فارقها؟ لا ما فارقها، امتلت على ذنبه. يا جماعة يعني هذه القصة على حساسيتها، أنا لا أتحدث عن ذات الإشكالية، لكن والله لفتة للجميع. يا جماعة أمر الستر في الإسلام أمر عظيم، أمر عظيم يا أخواني. حتى ما يعني أجعل موضوع تذكير وموعظة، خلونا نقف بس وقفة سريعة. من ستر على مسلم ترى الله عليه في الدنيا والآخرة. يا جماعة يأتي ماعز وتأتي الغامدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت عنهم يمين ويسار، تدرأ الحدود بالشبهات، ريعة ما تشرئب وتفرح إنه يمسك على الواحد عشان يقام عليه الحد. نحن قامت على الستر.